السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد، ورجعت لكم بفيديوهات ان شاء الله باذن الله هتعجبكم جدا جدا. نبدا اليوم بتاعنا ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وحشتوني جدا جدا جدا. اول حاجه عايزه اقولها لكم، انتوا بجد وحشتوني. ربنا يا رب يا رب يديمكم نعمه وفرحه كبيره في حياتي. وحابة أشكر كل أخت ليا، وكل واحدة كتبت لي تعليق. ربنا يا رب يبارك لي فيكم ويسعدكم. انتوا ما تصوروش كانت تعليقاتكم بتفرحني قد ايه. على قد ما انا ما كنتش للأسف ما كنتش قادرة ان انا ارد على التعليقات ولا ان انا اكتب، بس والله كنت بدعي لكم من كل قلبي، ولكم بالمثل. يعني خوفكم عليا وقلقكم عليا وحبكم اللي انا حسيته منكم، انا حابه اقول لكم الف الف شكر. ربنا يا رب يخليكم ليا ويبارك لي فيكم ويسعدكم زي ما انتم اسعدتوني وفرحتوني. النهارده بقى ان شاء الله رجعت لكم كده بفيديو هنبدا بقى مع بعض. بصوا، انا الفتره اللي فاتت دي كلها ما كنتش بعمل حاجه، يعني انا كنت بمر بظروف صعبه جدا، والله ربنا وحده اللي يعلم ان انا ما برقدش يعني وما بركنش غير للشديد القوي، وانتم عارفين كده كويس اللي متابعيني في القناه. بس كان غصب عني بجد والله، برضو اللهم لك الحمد ولك الشكر. انا اتحسنت كتير عن الاول. فحبيت النهارده بقى ان انا اتنشط. فقلت ايه اتنشط؟ انتوا عارفين ان انا بقول لكم انا الفيديوهات دي بتنشطني زي ما بتنشطكم بالظبط. فانا النهارده ان شاء الله المطبخ، قلت هدخل بقى ايه اظبطه كده، لان كان المطبخ عندي حاله لا يسر عدو ولا حبيب. استغفر الله العظيم يا رب، يعني حاجه، يعني في منتهى مش عارفه اقول لكم في منتهى ايه. كان وحش جدا جدا، لان انا ما كنتش بطبخ وما كنتش بدخل المطبخ خالص الفتره اللي فاتت. آم، مين اللي كان بيطبخ لي ومين اللي كان بيعمل لي؟ اللي كانوا متابعين معايا في الفيديوهين اللي انا نزلتهم الفتره اللي فاتت. ماما ربنا يديها الصحه ويبارك لي في عمرها ويخليها لي روحي وقلبي. هي اللي كانت بتطبخ وبتبعت لي الاكل ايه مع جوزي وكده، تمام. انا متجوزه في نفس البلد اللي ايه، يعني في نفس بلدي، بلد بابا، بلد بابايا هي نفس البلد اللي انا متجوزه فيها. دي ميزه برضو ان انت تتجوزي قريب من اهلك مش بعيد، شفتوا بقى. فماما ربنا يديها الصحه ويبارك لي فيها، هي اللي كانت بتعمل لي كل حاجه وبتبعتها لي مع جوزي، وهي كمان واخده ولادي عندها. ربنا يا رب يبارك لي فيها ويحفظها يا رب، ويديها الصحه وطولة العمر يا رب، وياخد من عمري ويديها. ربنا يا رب يخليك لي يا ماما ويبارك لي في عمرك وصحتك يا رب، انت وبابا، اللهم امين يا رب العالمين. فانا هنا كنت بعد الفطار عندي كان يعتبر بعد الظهر. احنا طبعا في الصيف والجو حر، فبننام متاخر وبنصحى متاخر، وده حال الناس كلها. فانا فطرت بقى بعد الظهر وكده، ودخلت بقى على المطبخ، قلت اعمل القهوه عمايل القهوه وحشني معاكم. الفتره اللي فاتت انا كان جوزي هو اللي كان بيعمل لي القهوه، لان انا ما كنتش بدخل المطبخ. فوحشتني بقى ان انا اعمل القهوه كده معاكم واتنشط كمان. فشربت القهوة الحمد لله والشكر لله، وكمان الجو كان حر جدا. ركنت بقى ايه، شربت القهوة ويعني ولفيت كده شوية في الشقة، وركنت ان انا لحد ايه المغرب. قمت بقى ايه، قلت امري الى الله، لازم ادخل اشوف المطبخ. كل الحاجات دي عليها اتربة، كل الحاجات دي عليها يعني فرافيت بقى واقعة بقى، سكر، قهوة، حاجات كتير كتير كانت يعني مش متظبطة وعايزة تتظبط، تمام. فهبدأ كده ان انا اهو المنظمات الزغنطوطة دي انا ببقى فرشة في ارضيتها مناديل حلوة قوي قوي، بحيث ان هي لما يجي عليها دهون او تبصم من اي حاجة، سهل ان انت تشيل المنديل وترميه. انا عامله كده برضو في الارفف بتاعه باب التلاجة عندي، حاطه فيه مناديل مطبخ زي دي كده، بكون تنياها واكون ايه حطاها في الباب. برطمان مثلا صلصه، برطمان مربى، اي حاجه عمل تبصيمه بتبقى ايه في المنديل، سهل ان انت تشيليه وتروحي عاملاه تاني. فاهمين الفكره ايه؟ فحلوه قوي قوي فكره المنديل دي. هبدأ كده افضي الرخامة بقى من عليها اي حاجة. انتوا شايفين الرخامة مليانة، يعني عندي بالنسبة لي كده حاجة بشعة. إيه،
كان سكر واقع عليها، فرافيت بقى، بواقي اكل وحاجات زي كده. فهبدأ بقى ان انا اغسلها، لازم اغسلها كويس قوي كده، وادعكها كمان بالسبونشة والسيراميك اللي حواليها. ننضف كل حاجة بقى كده حوالينا، ونعقم كل حاجة، نخلي يعني كل حاجة كده ترجع تبرق زي الأول وأحسن إن شاء الله بإذن الله. عايزاكم بقى ايه يعني، فضلا منكم كده حطوا لايك للفيديو. انا عايزه يعني ما تنسيش، اللايك بيرفع الفيديو، وكمان يا رب الفيديو كده يعجبكم ان شاء الله. هنا بقى بدأت ان انا بعد بقى ما غسلت كده، شوفوا ما شاء الله الرخامة بقت زي الفل، وكمان السيراميك برضو غسلته كويس. ورجعت تاني كل حاجة في مكانها. فهبدأ بقى كده ان انا اللهم صل على النبي، برضو عملت الرخامة التانية برضو بنفس الحكاية كده، ان انا رصيت كل حاجة ورجعتها تاني في مكانها. المواعين اللي كانت عايزة تترص رصتها، بس بصراحة الجزء ده مش عارفة ما تضافش ليه. ما علينا. عايزاكي برضو اللهم صل على النبي، بعد الفيديو قومي كده وتنشطي وشوفي برضو اشتغلي بقى في شقتك. انا عارفة ان في ناس كسلت الفترة اللي فاتت دي. كلنا بصراحة احنا كنا كلنا خارجين من العيد، يعني سواء بقى تعبانين او مش تعبانين، كنا خارجين من العيد والشقق بقى نظيفة ومتروقة وزي الفل. فمعظمنا كان مكسل اصلا الفترة اللي فاتت دي، يعني فاهمين، تنظيف سطحي كده. لا ان شاء الله باذن الله عايزين كده نتنشط بقى ونقوم ونشوف شقتنا فيها ايه. وانا عن نفسي والله كان غصب عني ان انا كنت راكنه الركنه دي، وما كنتش بشتغل يعني ولا بعمل حاجه. هبدأ بقى كده اغسل مواعين، غسيل مواعين اهو. يعني بصوا حبيت كده يعني ادخل عليكم مش بايدي فاضيه، لا ادخل عليكم كده بغسيل المواعين اللي انتوا بتحبوه، عشان مش حرماكم من حاجه اهو. حطيلي بقى لايك للفيديو. هنا بقى طبعا البريل وكده، اللهم صل على النبي، حطيت بريل وخل برضو للتعقيم. برضو لازم ناخد احتياطاتنا. هتقولوا لي طب انتي تعبتي ازاي؟ انا ما اعرفش انا تعبت ازاي، انا نفسي انا ما اعرفش انا تعبت ازاي والله. يعني انا فوجئت ان انا تعبت. انا بعقم وبنظف وبعمل كل حاجة، بس كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اللهم لك الحمد ولك الشكر. وبرضو احنا احسن من غيرنا كتير. وربنا يا رب يا رب يا رب يشفي كل مريض، ودايما نقول الحمد لله والشكر لله في السراء والضراء. ربنا يا رب يا رب يشفينا جميعا ويشفي كل مريض. حطيت الخل كده على البريل وبدأت ان انا اغسل مواعين. المواعين دي كلها يعتبر حاجات يعني كانت ماما ربنا يخليها كانت بتطبخ وبتبعت لي الاكل في اطباق، اللي هي الاطباق الفل دي، عارف، عشان تقول لي ما توقفيش تغسل مواعين. وانا والله ما يعني ما كنتش بغسل مواعين وما كنتش بطبخ ولا بعمل حاجه. ف بس مثلا ايه الحاجات دي، كان مثلا جوزي بيسخن حاجه، يعمل حاجه فطار، يعمل لي حاجه دافيه، فاهمين الكلام من ده. برضو يعني ربنا يا رب يبارك في ماما ويديها الصحة ويخليها لي يا رب، ويديها الصحة وطولة العمر. ماما هي اللي كانت شايلاني وشايلة ولادي. ويعني ولادي عندها قعدوا مدة الأسبوعين الاتنين. وعلى قد ما انا كنت زعلانة وكنت متضايقة ان ولادي طبعا بعيد عني، على قد ما انا كنت مطمنة عليهم ان هم معاها. طبعا انتوا عارفين ان يعني محدش بيحب ولادك قدك زي مامتك، ومحدش بيخاف عليهم زي مامة الواحدة. فماما ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لي فيها، ولادي يعني عندها، فربنا يا رب يخليها ويديها الصحة وطولة العمر، ويعني وياخد من عمرها من عمري ويديها، ويبارك لي في عمرها وصحتها يا رب. وبابا حبيبي ربنا يخليه لي يا رب ويديله الصحة وطولة العمر، وما تحرمش منهم ابدا ولا من دعواتهم، ويخلي لنا كده امهاتنا وابهاتنا يا رب. وطبعا برضو بشكر زوجي، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ربنا يا رب يخليه ليا، كان بيعمل لي حاجات دافية وكان على طول معايا. ودايما ان شاء الله هتبقي كويسة وهتقومي وهتخفي وانت بقيتي الحمد لله. دايما كان بيشجعني. ربنا يا رب يديله الصحة ويخليه لي يا رب، ويبارك لنا في ازواجنا جميعا يا رب. نرجع بقى لغسيل المواعين ويومنا. النهاردة انا كل يوم بعمل حاجة علشان برضو
ما اضغطش نفسي قوي وارجع ان انا اتعب تاني، وان انا يعني الشغل ما يبقاش كتير عليا. بس بصراحة المطبخ كان عايز يتفجر، يعني بالشكل اللي انا لقيته دون، وبالشكل اللي انا يعني الكارثة اللي انا شفتها كده، يعني حاجة كده استغفر الله العظيم. فالمطبخ كان عايز، يعني انا برضو يعني كان حاجة اتصدمت بصراحة من منظره. كده خلاص الحمد لله، اول مهمة خلصناها. خلاص خلصت الحوض والمواعين، وغسلت برضو السيراميك وظبطته كده، يعني ايه تظبيطة محترمة. هاجي بقى هنا على البوتاجاز. البوتاجاز هو كل اللي فيه بس ان هو، عارفين بقى ايه، لان طبعا ما كناش بنطبخ عليه ولا حاجة، ما كانش فيه استعمال، فهو نضيف. هو بس ايه، الشبك كان مطرب، هو مطفي من التراب اللي عليه، لان الشباك فوقه على طول، فكان في اتربه، وكمان فرافيت بقى رده. مكان مثلا مزوجي كان بيدفي عيش، بيعمل حاجه دافيه مش قهوه. الحاجات دي بس هي اللي ايه اللي كانت واقعه على البوتاجاز، انما هو يعني بوجه عام كويس مش وحش، الشبك نظيف. انا كنت طبعا بقى يعني كنا لسه خارجين من العيد، والشبك والعيون والكلام ده كله كنا عاملينه مع بعض، ومنضفينه تنظيفة محترمة، يعني ايه، ويعني غسلينه غسلة محترمة. لو انت بقى وصلتي لحد هنا حطي لي لايك من فضلكم. شوفوا بس، مجرد كده ما لميت الفرافيت اللي عليه لمع وبقى زي الفل. هو كان مطفي من التراب، والركنة ان هو انا ما بستعملهوش او ما بغسلهوش. بس برضو لازم ان انا برضو ادعكه كده دعكة محترمة. هي العيون بصراحة نظيفة، فانا مرضتش ان انا ايه يعني اهد في حيلي. حتى بصوا تحت العيون بوريكم ان هو تحت العيون نظيف. فقلت لا، انا مش يعني مش هغسل العيون ولا حاجة، هو بس السطح اللي عايز يتلمع. اتسألت في التعليقات: يا بسمة انت كنتي تعبانة مالك؟ يعني في ايه عندك؟ انا كان عندي اشتباه كورونا. يعني التشخيص اللي انا اتشخص لي كده، التشخيص ده اتشخص لي من عند دكتور خاص ودكتورة في المستشفى، تمام. هي قالت لي كده. الدكتور برضو قال لي اسبوعين عزل منزلي. ولادك طبعا بعيد عنك، حاجتك لوحدك، اكلك وشربك والحاجه اللي انت تستعمليها لوحدك. فكانت فتره صعبه جدا جدا عليا، فتره ان انا ولادي بعدوا عني. اول مره، يعني انا ما شاء الله ولادي، خالد ابني ربنا يحميه ويبارك فيه، عنده 14 سنة، أول مرة في حياتي من يوم ما ولادي جم على وش الدنيا كده يباتوا بعيد عني، يباتوا مش في سريرهم. أنا ولادي من يوم ما ربنا خلقهم يعني وكده قدام عيني، ما بيبعدوش عني لحظة. فالفترة دي كانت صعبة قوي 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 عليا، وان هم يبعدوا عني ويبعدوا عن البيت. يعني دي من اصعب فترات حياتي بجد اللي انا مريت بيها. تعبي زائد بعد ولادي عني، دي كانت يعني كانت تعباني نفسيا وجسمانيا وكل حاجة. فبجد ربنا يا رب ما يحرمنا من اولادنا ويبارك لنا فيهم. بس اللي كان مريحني بقى ومطمني شوية ان هم عنده ماما. انتوا عارفين ان امهاتنا بيحبوا ولادنا اكتر مننا، فانا كنت مطمنه عليهم عند ماما واخده بالها منهم. طبعا مهتميه بيهم. يعني ربنا يا رب يديها الصحه وطولة العمر، ويخليها لي هي وبابا يا رب. كده يا حبايبي، اللهم صل على النبي، بدأت ان انا اهو يعني ايه اظبط بقى الدنيا كده، ولمع البوتاجاز بالفوطه، ولميت الرغوه زي ما انتوا شفتوا. الفيديو دون انا بنشط نفسي وبتنشط معاكم، وانتوا كمان لو وراكي حاجه قومي. اللهم صل على النبي، قومي وتشجعي بقى كده وما تكسليش. في فرق ما بين الكسل وفي فرق ما بين المرض. الفترة اللي انا كنت فيها كنت فعلا مريضة، وكنت فعلا يعني انا لو اقول لكم ان انا ما كنتش بقدر ان انا امسك الموبايل، ان انا ما كنتش بقدر ان انا يعني عايزة انام، همدانة تعبانة فاصلة فصلان فظيع. فالحمد لله والشكر لله على كل حال. كده انا خلاص غسلت البوتاجاز، وزي ما بقول لكم هو نضيف، الشبك بس يعني انا لمعته كده من التراب بس وخلاص. كده برضو خلاص، كده خلصت بقى الاسطح والمواعين وكل حاجة الارضية.
كانت مليانة فرافيت، كانت مليانة سكر، يعني الله المستعان. كانت مليانة فرافيت بشكل فظيع. فبدأت كده ان انا شلت السجاد اللي فيها، وبدأت ان انا نفضته، وكمان كنست الارضيات ومية وكلور. برضو بدأت ان انا امسح الارضية. انا عندي حاطة مية وكلور في مية المسح زي ما انتم متعودين معايا، انا كنت بعمل كده على طول والله، بس يعني الحمد لله والشكر لله، كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يعني هو نصيبي ان انا اتعب، الحمد لله والشكر لله ان هي جت على قد كده. فالحمد لله. بدأت ان انا اهو امسح الارضية يعني ايه، وكده بقت زي الفل، والمطبخ بقت ما شاء الله بيتنفس نظافة. كل حاجة بقت نظيفة. كنت حاسة ان كل حاجة مطربة حواليا، كنت حاسة ان البيت كله كده مطرب والمطبخ مطرب. بس الحمد لله والشكر لله كله رجع نضيف وزي الفل. اهو بصوا الارضيه أنا مسحتها وخليتها ما شاء الله بتبرق وزي العسل. الفوط طبعا غسلتها، كل حاجه بقت نضيفه ما شاء الله وبتلمع وزي الفل. والارضيه بعد ما نشفت فرشت تاني المشايات. اهو الحوض فاضي، والرخامه التانية رصيت بقى المواعين اللي انا كنت غسلتها، ورجعت تاني كل حاجه في مكانها، وبقى ما شاء الله زي الفل. بصوا انا هنا عامله محلول ده للزرع. انا بقى الفتره اللي فاتت كنت بتفرج على فيديوهات للزراعه علشان الزرع، ازاي اغذي الزرع بتاعي، ازاي اهتم بيه. آه ف المحلول ده انا عملته للزرع بتاعي. هو عباره عن معلقه من الخميره الفوريه، ومعلقه من السكر، هحطهم على لتر ميه وهرش بيه الزرع بتاعي. ده محلول حلو جدا مغذي للزرع. حبيت بقى ان انا كده ايه اعمل غدا، سوري، عشاء خفيف. كانت ماما ربنا يخليها بعتلي بليله. بليله اللي هي الغله او القمح كامل الحبه. تمام. فحطيت عليه بقى حليب ومكسرات بقى زي ما انت تحبي. بيبقى طعمها تحفه، وجوز هند بحب احطه قوي قوي قوي، بيديها طعم وريحه في منتهى الجمال. وكمان برضو كنت مع نفسي كده روقت الصالة وفرشت بقى الحافظة، زي ما انا بقول لكم. اليوم ده كان ولادي لسه مجوش، كانوا برضو لسه مجوش يعني وكده، فانا كنت ايه اتسليت وعملت ايه الشغل دون اللي في الشقة. كنت روقت الصالة برضو مع نفسي كده، روقتها وفرشتها لان ما كنتش فرشاها، وشلت المفارش اللي على الايدين وعلى الظهر علشان يتغسلوا، حطيتهم يعني في الغسالة يتغسلوا. وكده ما شاء الله الشقة بقت زي الفل. اوضتهم ان شاء الله يعني غيرت بس كده ايه فرش السراير، ان شاء الله هنزلها لكم برضو في فيديو تاني ان شاء الله باذن الله. وده كده كان عشاء سريع ليا ولجوزي. بليله 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 طعمها حلو قوي 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 ما شاء الله، ومغذيه جدا جدا. ده كده الفيديو بتاعي النهارده حبايبي، يا رب الفيديو